أسعار الأورو في الفترة المسائية، ماذا يحدث لأسعار الأورو وحتى الدولار والجنيه الاسترليني؟ وين راهي رايحة الأسعار؟ أولا صلوا على النبي وديروا لنا الإعجاب والاشتراك. متابعينا، نبداو مع الموضوع على عجالة ومن بعد نعطيكم الأسعار في نهاية الفيديو، ما نطولوش. أولا متابعينا، راكم تشوفوا مع هذه التغيرات الكبيرة اللي كل مرة تصير في أسعار الأورو، وصراحة دائما أسعار الأورو راهي ولات كل الأوقات صراحة قابلة للشراء. دائما دائما كل وقت راه وقت الشراء، عكس الذهب مثلا اللي يسألوا على الذهب. ممكن دائما الذهب تلقى الناس ينتظروا حتى يعود في انخفاضات ويشريو، ولكن صراحة الأورو راه دائما في ارتفاعات. حتى وتشوف الانخفاضات تاعو أحيانا من تصرى الانخفاضات تاعو تاع 10 15، هذا من يكثر ويكثر تاع 20,000 تصرى له الانخفاضات، وما طولش بزاف ويزيد يعاود للسما في الارتفاعات. لهذا الناس صراحة اللي راهي محتاجة إما للسفر، إما للعلاج، إما لشراء سيارة، إما لأي شغل، صراحة أي وقت الشراء للأسف. راح تقول مثلا لو كان نزيد نستنى شهر ولا منه ممكن يزيد يهبط ونزيد نشري، انا ما كان حتى مؤشرات للاسف. صراحه بالعكس، من المنتظر في نهايه السنه يزيد يسجل بعض الارتفاعات. الطفيفه الاخرى والله اعلم، ممكن صراحه تصرف مفاجاه كبرى ويصرى بعض الانخفاضات، ولكن مستبعد نهائيا للاسف. نحل لكم باذن الله بكل حياديه. ولكن الان ندخلوا مباشره في الاسعار. 100 جنيه استرليني راهم يشروا فيها في الفتره المسائيه 3 ملايين، والبيع 3 ملايين و40 الف، وممكن تلقى زيد عند الشراء خاصه ب 10,000. أما بخصوص الدولار تختلف شوية على حسب الولاية والكمية، ولكن في العموم راهم يشيروا فيهم في معظم الولايات 2 ملايين و300 حتى 2 ملايين و305 ألف، والبيع 2 ملايين و330 ألف حتى ل 40 ألف. كذلك بخصوص أسعار الأورو، نذكر لكم أولا شحال راه يدير الأورو اللي راكم في الغربة ومن بعد هنا في الجزائر. المهم متابعينا، 100 اورو اللي راكم في الغربه وخاصه في اوروبا راهم يشريو فيها في المساء في العموم 2 ملايين و690 الف، والبيع 2 ملايين و710 الف، هذا اللي راكم في الغربه. اما هنا في الجزائر 100 اورو راهم يشريو فيها في العموم 2 ملايين و690 حتى 2 ملايين و705 الف، والبيع 2 ملايين و720 الف.